السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بما اننا داخلين على الشتاء فتعالى اقول لك 5 نصايح هينفعوك جدا في الشتاء ده. لو انت حابب المحتوى دوت تدوس لايك، ولو انت جديد معانا شرفني طبعا انك تكون موجود. متنساش تدوس سبسكرايب. معاك رمز ابو زيد ويلا بينا. النصيحة الأولى، خليك دايما ناشف ومتدفي، لأن أنت لو عملت عكس كده اتأكد إن أنت هتكون متشتت ومش هتعرف تركز في السواقة ولا هتعرف تركز في الناس اللي حواليك. لا قدر الله ممكن يحصل أي مشكلة. تغاضى الحوار ده إزاي؟ ده طبعا باللبس والجير اللي أنت لابسه، زي مثلا الجاكيت بتاعك يكون مثلا سيفتي، ولو ما عندناش جاكيت سيفتي ممكن تلبس جاكيت جلد، لان الجاكيت الجلد بيمنع مرور الهواء. وبالنسبه للجوانتي يستحسن جوانتي كامل زي اللي انا لابسه ده، بلاش الجوانتي النص، لان مع الوقت ومع الهواء هتلاقي ايدك سقعانه. والخوذه انا برضو بفضل الخوذه الكامله، لان الخوذه الهاف هتخلي الهواء يوجع وشك. بالنسبه للماسك فاحنا عندنا انواع كتيره، زي الماسك اللي بيغطي الوش بس، والماسك الكامل، والماسك النص اللي هو على الرقبه، وده النوع اللي انا بفضله لان هو تقريبا بيغطي الجزء اللي بيبقى باين بين الخوذه والجاكيت. وكل الحاجات دي تتاكد ان هي تكون ووتر بروف عشان الميه ما توصلش لهدومك اللي جوه. يعني جاكيت ووتر بروف. طب لو مفيش في مقدرتنا اللي احنا نجيب مثلا بدله ووتر بروف، نعمل ايه؟ ممكن في الحاجات اللي هي الاقل، اللي هو الروب اللي هو بتاع الشتاء دوت، تقريبا تكلفته قليله خالص، بتبقى 100 200 جنيه. طب حاجه ممكن تبقى اقل، ممكن تجيب كيس كبير وتخرمه مكان دماغك وايدك، وبرضه هيفي بالغرض. وكمان بشوف اخواتنا بتوع الدليفري بيجيبوا جزء من مشمع ويحطوه على رجلهم، برضو ده في وقت الشتاء وبيحميهم من طرطشة العربيات والكلام ده. وبالنسبة للجوانتي، لو مفيش جوانتي مخصص للشتاء ووتر بروف، فانت ممكن تجيب الجوانتي بتاع الدكاترة وتلبسه تحت الجوانتي بتاعك، ودوت عايز اقولك مفعوله سحري اصلا، هيفيدك جدا خصوصا في السقعة. من ضمن الحاجات برضو المهمة، لازم تتأكد ان الحاجات دي كلها سهل ان انت تخزنها، يعني تكون حجمها صغير وما تزولكش كده وانت سايق، وتعرف تلمهم وتحطهم في الشنطة بتاعة الظهر وانت سايق. النقطة التانية معانا وهي الخوذة، وانا زي ما قلت لك انا بفضل الخوذة الكاملة وخصوصا في وقت الشتاء. طيب هتلاقي لما الدنيا تشتي عليك هتلاقي الفايزر بتاعك اتملى ميه. طب دوت حله ايه؟ ممكن تمسح الميه دي بالجوانتي بتاعك، او تخلي في جيبك قماشة تمسح بيها، او لو انت لفيت راسك يمين او شمال هتلاقي الميه بفعل الهواء هتلاقيها اتمسحت لوحدها. او ممكن تعمل مساحات. عايز اقول لك مثلا ان انا في فتره كده كان عندي نفس المشكله، وكان الطينه بتاعت العربيات بتغير الفايزر، فكنت سالت ناس على جروب بقول لهم يا جماعه اعمل ايه في المشكله دي. الناس بصراحه اتريقت عليا على قد ما هي فادتني، بس انا يا صديقي انا جاي اقول لك اللي انا مش هتريق عليك، انا هديك الحل. جات لي فكره، فلقيت حد بيقول لي انت ممكن تعمل مساحات، فانا قلت تمام، انا ليه ما اخدش الطريقه ديت واحولها فعلا لحاجه تنفع. فعملت الاختراع اللي انتوا شايفينه قدامكم ده مساحه عربيه، ورحت جاي خارمها كده وحاطط فيها لزق سكوتش، وزي ما انتم شايفين بقيت كل ما تشتي اروح جاي ماسح الفايزر بتاع الخوذه، والحمد لله اشتغلت. فانا بصراحه بشكر الشخص اللي اتريق عليا، لان طلعت من التريقه بتاعته فكره. والحل الاخير اللي انت تجيب المساحه نفسها. في مساحات دلوقتي للخوذ هتلاقيها على امازون امريكا، او امازون اي حته غير امازون مصر، هتلاقيها المساحه ديت بتشتغل، بتدوس على الزرار وهي بتشتغل لوحدها. في مساحات بتبقى اغلى، بيبقى الزرار محطوط على الجدون جنبك كده، بتدوس عليه كل ما تلاقي الفايزر بتاعك اتملى ميه. كده احنا حلينا مشكله الفايزر من بره. طب مشكله الفايزر من جوه، ان وقت الشتاء ومع بخار الميه اللي طالع من مناخيرك وبقك الفايزر بيشربر. طب ده حله ايه؟ في ناس بتقولك انك تجيب حته نص بطاطسايه تمسح الفايزر بيها هتروح، بس انا بصراحه مش بحب الموضوع ده، لان هي حرام يعني البطاطس دي يا اخي اكلها انا احسن، انت فاهم؟ فانا كنت بلجأ للحل التاني وهو معجون السنان. كنت بجيب معجون السنان وامسح بيه الفايزر، بس كان مفعوله كويس بس لفتره مؤقته، وبضطر ان انا اكرر الموضوع ده كذا مره. في الحل الفعال واللي انا بستخدمه دلوقتي وهو الانتي فوج. انتي فوج دوت حته جلده كده بتتعلق على الفايزر من جوه، تتنفس مهما تتنفس. عايز اقول لك مفيش شبوره ابدا، بستخدمها بقالي فتره كبيره، الحمد لله مفعولة لحد دلوقتي زي الفل. ولو ما عندكش كل الكلام اللي انا قلته لك ده،
هتفتح الفايزر بتاعك سنه بسيطه تسمح بس بدخول وخروج الهواء، فالدنيا هتبقى تمام معاك. بس عايز اقول لك انت ممكن تلاقي مشكله في الحل دوت، اللي هو الطينه بقى بتاعه العربيات والكلام ده ممكن يدخل لك منها. النصيحه الثالثه وهي خليك متشاف. اتاكد انك تلبس حاجه فوق الجاكيت فوسفوري زي الجواكت مثلا اللي هي النص اللي بيلبسوها عمال النظافه. عايز اقول لك ديت لما بيبقى فيها عواكس، لما نور العربيه اللي وراك بيضرب فيك انت بتكون باين اكتر. وحط كمان عواكس لو تقدر على الموتوسيكل. لازم تتاكد ان النور بتاع الموتوسيكل كله يكون شغال، زي نور الفرامل ونور الاشارات. وكمان طريقه الاشارات في الشتاء غير الايام العاديه، انت بتدوس الاشاره وتستنى شويه، بعد كده تنقل الحاره اللي بعدها. بتدوس الاشاره وتستنى شويه وبتنقل، ما بتنقلش على طول. ليه؟ لان بتدي فرصه للشخص اللي وراك انه يشوفك. وبالنسبه للفرامل برضو مش بندوس الفرامل زي الايام العاديه، لا، انت اكنك بترعش بالفرامل عشان برضو تدي فرصه للشخص اللي وراك انه يشوفك، وانه يعرف ان الشخص اللي قدامه ده هيدوس فرامل. والنور العالي اتاكد ان النور العالي يكون قايد طول الوقت، لان بما ان جسم الموتوسيكل او السكوتر صغير، فاحنا عايزين نبقى متشافين في اطول فتره ممكنه. ما تمشيش ورا العربيات وتحط نفسك في النقطه العاميه، لان ديت حاجه مش كويسه خالص. بما انك لازم تكون متشاف، انت كمان لازم تشوف. وانا بنصحك تحط اللزقه اللي هي بتمنع تراكم الميه على المرايه. اللزقه ديت هتلاقيها مثلا ب 150 200 جنيه، دي مش حاجه، بس عايز اقول لك مفيده جدا جدا جدا. النصيحه الرابعه معانا سلامة البايك. لازم تتأكد ان البايك بتاعك يصلح للسواقة في الشتاء، وده عن طريق ايه؟ اول حاجة كده الصبح لازم تسخن البايك بتاعك مش اقل من 3 دقايق عشان الزيت بتاع الموتور. وده طبعا تسخين البايك في الايام العادية غير تسخين البايك في الشتاء. والفرامل بتاعة البايك تتأكد ان الفرامل كويسة، وان التيل بتاعك مش ممسوح، العجل بتاع البايك مش ممسوح، ويكون مدة صلاحيته مش منتهية، ويكون منفوخ. وتتأكد انك تشيك على ضغط العجل كل اسبوع على الاقل. النصيحة الخامسة وهي طريقة السواقة. طريقة السواقة في الشتاء مختلفة جدا عن طريقة السواقة في الايام العادية. ازاي؟ انك في الشتاء لازم تسوق ابطأ، سايب مسافة امنة بين العربية اللي قدامك او ايا كان الجسم اللي قدامك، لان الموتوسيكل مش بيقف بنفس سرعة العربية، الموتوسيكل طبعا بيقف أبطأ. وإنك تتجنب الميلان، لأن فكرة الميلان بتعتمد على قوة الاحتكاك بين الكاوتش والأسفلت، وبما إن في طبقة عازلة وهي المية، فلا قدر الله ممكن يحصل أي مشكلة. فتجنب إن أنت تميل بالبايك أو السكوتر بتاعك. اتجنب الخطوط البيضاء شبه اللي قدامنا دي، لأن عايز أقول لك الخطوط دي في الشتاء صباح الزحلقة بتزحلق جدا، فتجنب إن أنت تمشي عليها. وهنرجع تاني هقول لك ما تمشيش ورا العربيه، لان العربيات ساعات بيقع منها زيت، فلا قدر الله ممكن يحصل لك حاجه. وهرجع اقول لك تاني هيبقى الموضوع صباح الزحلقه قوي. وتتجنب التجمعات اللي فيها ميه. التجمعات اللي فيها الميه دي حتى لو انت عارف الطريق ممكن يكونوا فاتحين بير او ايا كان، فالموضوع هيبقى مؤذي ليك. فانصحك بلاش تجمعات الميه وابعد عنها خالص. فانت لو مشيت ورا العربيه طبعا هتحط البير ما بين العجلتين، وانت هتروح جاي بالع البير كده، هنروح جايبينك كده من عند سبونج بوب وهتاكل من عند سلطة برجر. فبلاش، وخليك بعيد عن التجمعات بتاعة المية. والنصيحة السادسة ودي مني ليك، لو انت لسه ما عملتش سبسكرايب ولايك للفيديو انزل دلوقتي اعمل. ولو في اي نصايح تانية تقدر تقدمها لنا وما قلناهاش في الفيديو، يا ريت تكتبها لنا في الكومنتات عشان انا استفيد منها، والناس اللي هتشوف الفيديو وتقرا الكومنتات تستفيد منها. انا كرم ابو زيد، استنوني في الفيديو الجاي بتاع الاسبوع الجاي. سلام.